يا هلا ومرحبا بكم في مطبخ الإبداع. اليوم رحلتنا لوجبة شهية تدفي القلب، الشكشوكة الشمال أفريقية بالفيتا. تخيلوا صلصة طماطم غنية بالبهارات العطرية، بيضات مستوية زي ما بتحبوا، وفوقها جبنة فيتا مالحة بتدوب وبتعطي طعم خيالي. الشكشوكة دي مش بس فطار، تنفع غدا خفيف أو عشاء مريح، والأحلى إنها سهلة جدا وكل مكوناتها حلال وموجودة عندكم. يلا بينا نشوف ايه اللي هنحتاجه. زيت زيتون، بصل، ثوم، فلفل رومي، طماطم معلبة ومعجونها، وبهارات زي البابريكا المدخنة، الكمون، الكزبرة، وشوية فلفل حار لو بتحبه، وطبعا بيض طازج، وكمان جبنة فيتا للتفتيت، وشوية بقدونس أو كزبرة خضرة للتزيين. والطريقة أبسط ما يكون، نشوح البصل والفلفل، نضيف الثوم والبهارات، ننزل بالطماطم ونسيبها تتسبك، نعمل فجوات للبيض ونغطيه لحد ما يستوي، نرش الفيتا والبقدونس. وقبل ما أختم، سر الشيف، حمصوا البهارات الجافة قبل الاستخدام، بتطلع نكهة رهيبة. جهزوا الخبز الطازج واستمتعوا بكل لقمة، صحتين وهنا. وصفات سهلة، شكشوكة.